راس البر محافظة دمياط التي تقع على الساحل الشمال البحر المتوسط، وموجودين هنا بالذات في مدينة راس البر اللي زارها العالم الكبير روبرت كوخ سنة 1883 وقال عليها هي مدينة السحر والجمال، وتتميز رمالها بالرمال البيضاء وأيضا بنسبة اليود العالية، وهو من أهم الشواطئ المصرية. تم إنشاء مدينة راس البر في عهد محمد علي باشا سنة 1823 لما كان بيجي فيها بعض الطرق الصوفية اللي تحتفل بمولد سيدي الجربي اللي موجود لغاية دلوقتي في منطقة الجربي. تم إعادة تأسيسها سنة 1902 وتم تشكيل بعض الطرق الهندسية الموجودة فيها وإزالة الطرق القديمة. الفيلا اللي كانت موجودة كانت تسمى بالعشة نظرا لما كانت يتم صناعة بنائها من البوص والقش، فكانت تسمى العشش ولغاية دلوقتي يطلق عليها اسم العشة. في سنة 1914 واندلاع الحرب العالمية الأولى اتجهت كل الأنظار إلى مدينة راس البر لتكون المصيف أو مكان أو شاطئ التصيف لجميع الطبقة الاستقراطية في مصر، خاصة بأن الساحل الشمالي الغربي كان به بعض النزاعات بسبب الحرب العالمية الأولى. من أهم وأشهر الشخصيات اللي جت زارت راس البر السيدة الغناء العربي سيدة أم كلثوم، أسمهان، فريد الأطرش، لدرجة إسماعيل ياسين جه وغنى على مسرح بيومي اللي كان موجود هنا في الخمسينات. زارها السيد الرئيس جمال عبد الناصر في الستينات وقام بقضاء أجازته الصيفية في نهر النيل او تعظيم نهر النيل بصفته اطول نهر في العالم كله، عشان نعرف اللي طوله بالظبط 6695 كيلو، بدايه من بحيره فيكتوريا في رواندا مرورا بتنزانيا وكينيا واوغندا واثيوبيا، والتقاء مع نهر الازرق هناك اللي بينبع من بحيره تانا وياتي الى مصر وينتهي ويتفرع في مصر الى فرعي دمياط ورشيد. احنا موجودين دلوقتي على فرع دمياط. دلوقتي قدام الفنار القديم. الفنار القديم اللي تم بناؤه سنة 1934 في فترة حكم الملك فاروق، واتبنى الفنار ده عشان يكون مكان الطابية القديمة او مكان البرج القديم اللي كان بيرشد السفن اللي جاية من عرض البحر الابيض لدخول بوغازي عزبة البرج، زي السفينة اللي جاية عندي او المركب اللي جاية عندي ديت، فكان لازما تعدي يكون في اضاءة موجودة عليها. لو احنا جينا بصينا فوق كده على الفنار هنلاقي فيه اضاءة موجودة عشان ترشد السفن لدخولها البوغاز. زي ما احنا قلنا تم انشاء هذا البوغاز سنة 1934. لو جينا بصينا هنا للامتداد ده، الامتداد موجود في عندي ده منطقة اللسان، وتم ايضا انشائها سنة 1934 عن طريق هيئة هيئة المواني، وبنيجي نلاقي طوله 250 متر، كان في عرضه 2 متر ونص. في نهايته كان الفنار القديم اللي تم تجديده، اللي ايضا تم انشاؤه سنة 1934 وتم تجديده عام 2005 ولا زال يحتفظ باللون الخاص بتاعه اللي هو اللون الاخضر. لقينا هنا اللون الاخضر، والفنار القديم اللي ما زال محتفظ به هيئته اللون الاحمر. طب ليه النور الاحمر والنور الاخضر؟ لانعكاس الاضواء عليه لجذب السفن لدخول بوغاز عزبة البرج وعودة السفن مرة اخرى.
اتسمت باسم راس البر زي ما احنا قلنا عشان هي قمة جمهورية مصر العربية، أو قمة اليابس في مصر، جمهورية مصر العربية، وهي نهاية نهر النيل لما بيلتقي مع البحر الأبيض المتوسط عند نقطة مارج البحرين يلتقيان، ذكرت في الآية 19 في سورة الرحمن. بنوضح ان المقريزي سماها مارج البحرين، وكان اسمها قبل كده جيزة دمياط او بر دمياط، عشان هي كان كل ما اي حد يشوف الانوار بتاعتها من على بعد يعني يعتقد او يقول اللي هو وصل بر دمياط، او كما كان يقال عليها في الماضي جيزة دمياط. احنا واقفين قدام الفنار اللي تم انشاؤه سنة 1934، طبعا تم تجديده سنة 2005. كنا معاكم النهارده من راس البر، انتظرونا في اماكن اخرى مع محمود المحمدي.